ايوا هدا في خباركم المغاربه باللي هاد الفيديو تصور هادي 4 سنين، وكيبقى السؤال علاش ما بانش حتى لدابا. واش هادشي من اجل التغطيه على شي حاجه؟ واش هادشي استغلال لعاطفه المغاربه؟ لانه باش يتخبى واحد فيديو مده 4 سنين عادي يبان في واحد الوقيته اللي نتوما عارفين الاسعار ديال المحروقات فين واصل. واش هذه محاولة إلهاء؟ واش هذه محاولة أنه بنادم يدير البوز لغرض في نفس يعقوب؟ تساؤلات عديدة كتجي للمغاربة، وقالك بأنه بزاف ديال المواقع الإلكترونية مشاو لتما وما خلاوهمش أنهم يصوروا، وقالك بأنه حاليا ما بقاش داكشي، داك السائل اللي شفناه في هذا الفيديو ما بقاش كيخرج. وصراحة إذا كانوا المغاربة ساهلين لهذه الدرجة، وإذا كان استغلال المغاربة سهل لهذه الدرجة، وإذا كنا أغبياء لهذه الدرجة، فالله أعلم. لأن هذا الشيء اللي ولينا تنشوفوه وهذه الطرق الخبيثة لإلهاء المغاربة على شي نقاشات مجتمعية ومواضيع اللي كتهم المغاربة فعلا، قسما بالله إلى بلغ السيل الزبا. وخصنا نتحركوا، خصنا نبداو نعيقوا بهذا الخواض وبهذا التخلويط. والحاجه اللي ما تيقتهاش انا واللي جاتني في شكل هو انه قالك حطوا هذيك الماده، هذاك السائل حطوه في تراكتورات وفي موتور وديماراو. وأتساءل هنا، راه شركات قليلة في العالم اللي عندهم التخصص ديال استخراج البترول وبطرق معقدة وبآليات معقدة وبالهبوط في جوف الأرض لأمتار وأمتار، لأن داك الشيء راه تراكمات وبقايا ديال حيوانات حية وديال المواد العضوية وديال بزاف ديال الحويجات. ما بغيتش أنا نحل هذا القوس لأن ما كنفهمش بزاف في هذا الشيء، ولكن المعلومات المتناثرة والمتضافرة واللي تنجمعوها، يعني هذيك الثقافة العامة حول هذا الموضوع، أظن بأنه لا يمكن بالبث والمطلق أنه تاخذ مادة خام، نفط خام، واخا يكون دابا هذاك نفط تاخذو وتحطو النيت في شي آلة أو لا في شي موتور ويديماري. هادي بزاف ديال الحوايج اللي في شكل، لانه كاينين شركات ديال تكرير البترول واللي كتعزل الزفت واللي كتعزل المازوت واللي كتعزل الزيت واللي كتعزل ليسانس واللي كتعزل كلشي. اتساءل وجميع المغاربه صراحه اشنو هو هادشي، وأتساءل وجميع المغاربة صراحة واش تعتبرون أغبياء لهذه الدرجة؟ أتساءل وجميع المغاربة صراحة. قالك بأنه نهار فاش تصور هذا الفيديو راه تخدت واحد العينة ومشات لواحد المختبر في الرباط باش أنهم يفحصوها. بغينا حنا غير نعرفوا زعما شنو هي النتائج ديال داك الاختبار، ويخرج داك الشيء وعادي جدا. وخرجات مواقع صحفيه والكترونيه وقالت لك بانه وزاره الطاقه كتنفي هذاك الخبر، قالت لك بانه ما كايناش حاليا. ولكن فاش كتمشي للمواقع الرسميه وداك الشيء ما كتلقى لا نفي لا تاكيد لا حتى حاجه. عموما الواضح والظاهر بان هذا الشيء راه ليس ببريء، وعموما الظاهر بانه راه كاينه شي مؤامره وكاينين شي وحدين وكاين شي تداخل وكاين شي اشتغالات في العمق اللي الهدف ديالها، ودائما راه كنتبعو كنشوفو دائما تيخرج لنا شي واحد في الجنب بشي خبر مزلزل، بشي خبر اللي يناسب التأثر ديال المغاربة ودغدغة المشاعر والعواطف ديال المغاربة في تلك اللحظة، باش انه يدي لنا النقاش لواحد الاتجاه واحد اخر وبشي حويجات اللي في شكل. ربما لاننا اغبياء، ربما لاننا ما كنفهموش في هذا الشيء، ربما لانه حتى واحد ما غيجاوبنا وحتى واحد ما ملزم انه يجاوبنا. وحيت في نهايه المطاف يقدر هذا ما يقول لك واش نتوما مضيقين ديك الكذبه، واش حنا غنهضروا على والو، هذاك الشيء راه والو اشاعات. يعني باغيين يخليو الشعب المغربي، هاد الناس هاد التحالفات دابا وهاد الشيء وهاد الاسئله الكبرى، واش هادي مؤامره، واش تواطؤات، واش كري واحد وقول له يقول، واش بزاف ديال الاسئله اللي الهدف منها في نهايه المطاف تخلي المغربي انه تكون عنده واحد علامات استفهام كبيره في راسو
ما نفاولو، ما اكدولو، ما لقى جواب، ما عارفين فيه، ويقدر يقول لك تيخبيو علينا وكاينه شي حاجه تما ايوا كدا. الغريب هو انه ما شفنا حتى شي واحد من تلك المنطقه خرج في شي منبر اعلامي وتيهضر وتيأكد وتيتكلم. واش خايفين؟ واش كاينين شي تهديدات؟ واش فعلا واش شي واحد مشى وقال للناس لا هاد الارض راه الا مشى حتى تبين بانه لا الا هضرتوا وكذا راه غتديها لكم الدوله بحكم انه ثروات باطنيه؟ بزاف ديال الاسئله وبزاف ديال الحويجات اللي حاليا اذا تبعتوا الراي العام في المغرب والنقاشات اللي كاينه حاليا والفيديوهات تتلقى بانه الناس ملهيين، تلقى بانه الناس صافي تيناقشوا هذا الشيء وتيعطيوه ابعاد كبيره، بعد هنا وبعد هنا وبعد هنا وبعد هنا. ولكن يظهر بان المؤكد هو نظرا لان الفيديو كان شحال هادي وما بان حتى لدابا، ونظرا لانه حتى واحد ما بان باش انه يهضر، ونظرا لان المواقع تتستر على هذا الموضوع، ونظرا بانه ما شفناش شي واحد مشى لعين المكان، ونظرا لانه ما خرجاتش نتائج ديال ديك العينه اللي تيقولوا بانهم داوها، ونظرا لعده اعتبارات يظهر بانه هذه من اكبر كذبات ابريل في تاريخ المغرب. واظن واشك بانه محاوله لاستغلال عقولنا الضعيفه وسذاجتنا ومشاعرنا، ومحاوله لانه عارفين بانه غلا هذا الشيء وبانه المحروقات صافي خشيلوا انت هذيك راه كلشي راه المغرب كله غيمشي بداك السياق. هذا هو. اذا ايها الشعب نحن نواجه شي حوايج اللي هي كبيره وخطيره جدا وتحالفات معقده ومؤامرات كبيره على ما يبدو.